حبايب قلبي، عايزين بقى ايه نعمل توضيبات شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تمام. ده ورق عنب، ان شاء الله نعمل كل التوضيبات مع بعض. ده ورق عنب هيتوضب ويترص على بعضه. انا مش هسلقه النهارده، هو بس ايه هيتوضب كده ويترص على بعضيه. وان شاء الله اما اجي اسلقه بقى ساعه ما هعمله هفرجكم عليه. تمام. دي بس ايه النهارده توضيبات كده. ورق العنب اهو شايفينه، بصوا جميل ازاي. شوفوا الحزمه حلوه ازاي. حبيبه قلبي اللي تيجي تنقيه فاتح، ويكون العنقود بتاعه. بصوا العنقود بتاعه شكله ايه اهو. تمام. هنوضب بقى مع بعض ونصلي على الحبيب النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع العنقود ده كده. شوفوا الورقه ده بناتي اصلي، اللي عامل زي القلب كده ومصفر كده يبقى بناتي. تمام اهو يا حبايبي. رصوا كده في طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. توضيبات شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بيتلف بقى يا حبايبي في ورق جرايد، بيتلف في حته قماشه قطن ويتلف فيها بالطريقه ديت. انا هوريكم. بصوا بيتلف كده يا حبايبي ومش بيتسلق ولا حاجه. تمام. ولما تيجي تعمليه تحطي ميه مغليه بليمون وتقومي مسقطه فيه وهو مجمد، يعني خارج من الفريزر، تقومي حاطاه في الميه السخنه على طول وتقومي ايه طفي عليه 5 دقايق كده وتطلعيه. وهنعمله مع بعض ان شاء الله خطوه بخطوه اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب احط ايه كل مقاس لوحده. دي اول حاجه ايه خارجه من الزرع يا جماعه. الشهر ده كده لسه نازل جديد، هو غالي شويه بس ايه الغالي ثمنه فيه. زي ما قلت لكم بيبقى زي القلب بالظبط اهو. اكمل بقى بقيه الكميه حبايبي ونرجع بقى مع بعضينا. صلوا على النبي. خلصت حبايب قلبي، شايفين؟ صلوا على الحبيب. كل مقاس لوحده، بطلع الكبير لوحده واللي اصغر واللي اصغر واللي اصغر وعلى كده. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هو ايه خلاص كده اتفرد كل مقاس لوحده. اعمل ايه؟ بكرة خيط مقص صغير، وهنصلي على الحبيب النبي. نعمل كده بصوا ايه نبرمه كده يا حبايبي، يتبرم كده. بسم الله. وبالخيط اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ببرمه واقوم جايبه الخيط الفه كده. شايفين؟ واقوم ايه عقداه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقص الفتله. تمام. اهي اشبك دي كده، يا اما احاول اعقده ايه اهو. ونعمله كده المقاس التاني اهوت. بسم الله. اللهم صل على النبي. كده. بسم الله. لا اله الا الله. وناخد الفتله نحاول نخلي فتله من هنا عشان اربط فيها، عشان ايه ديت معرفتش وانا هتصرف فيها.
ويتبرم كده، بس ما نحاولش نجمد قوي علشان لما نيجي نحطه في الميه المغليه يبقى فيه فراغ من جوه يسلق الورق اللي جوه، لاني ممكن اسلق من بره ومن جوه تلاقيه فيه بقع، فما ينفعش. احاول ابقى مهوياه. تمام. والعقده اهي، الفتله الصغننه اهي. بسم الله. اهو شايفين؟ نعمل واحدة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابرم بس ما جمدش قوي. تمام. وثبته كده وبالخيط الف كده واخلي حته اهيت اربط بيها الناحيه التانية. تمام. اهو. نقص الفتله. شايفين يا حبايب قلبي؟ اهو. على فكرة ده بقى لو انا هستعمله في وقت مش بعيد ممكن اعمل محلول مية وملح وليمون ونص معلقة سكر واسقط دوت بعد ما يتسلق في مية السلق بتاعة ورق العنب، احط فيها ليمون وحبة سكر وشوية ملح، واقوم منزلة البكرات ديت كده في البطرمان واقفل عليه على الترابيزة من غير تلاجة، هيطلع زي الفل. تمام. اهو. اكمل بقى الباقي وارجع لكم واوريكم بيتحط في البطرمان ازاي. بتاعة ورق العنب احط فيها ليمون وحبة سكر وشوية ملح، واقوم منزلة البكرات ديت كده في البطرمان واقفل عليه على الترابيزة من غير تلاجة، هيطلع زي الفل. تمام. اهو. اكمل بقى الباقي وارجع لكم واوريكم بيتحط في البطرمان ازاي. ماشي حبايب قلبي، انا خلصت كل البكرات اهو. اهو شايفين؟ على فكرة ده ربع كيلو بس، في كذا طريقة لتخزينه، انا بوريكم نموذج اللي عايز يعمله. دي ازازة بتحط فيها ورق العنب كده بيتسقط فيها، بس بعمل بكرات رفيعة بتسقط فيها البكرة. تمام كده. بحاول انا اخليها مليانة. المهم بتبقى يا حبايبي عايزة اوريها لكم مش هينفع. بسم الله. لما بخزنه في الازازه ببقى عاملاه ارفع من ده، هوريكم برضو ازاي. اهو شايفين؟ بسم الله. هلف بكرات رفيعه كده كده، شايفين؟ وبدخلها جوه الازازه كده يا حبايبي، ونفس الحكايه دي. بسم الله. بكرات رفيعه هنزلها جوه الازازه. بسم الله. وهكذا املى الكميه، املى الازازه كلها واغطي عليها، بس ما حاولش يبقى فيها هواء او ناشفه. لو هي ناشفه مش هيعمل اي حاجه. هنغطي الازازه وهنحطها في اي حته، فوق دولاب المطبخ، جوه درج مطبخ مش عايزاه، تحت السرير، في اي حته. وهتملي الازازه خالص وتحطيها طول السنه. عايزه تعملي ورق عنب هتجيبي الازازه تتقطع من هنا كده وتطلعي ورق العنب وتسلقيه كانه طازه ولسه متخزن، كانك لسه جايباه جديد. تمام.
كده. في حاجة تانية، ورقة جورنال، بس اهم حاجة ورق العنب ما يكونش مبلول، تمام، لان طبعا الكتابة اللي في الجرايد بتبقى مش ايه، مش كويسة ومش صحية. هفتح ورقة الجورنال كده كده، تمام، وهرص بكرات ورق العنب، تمام، وأجيبه من هنا كده، بسم الله، وادخله الفريزر بالطريقه دي. اجي اطلعه، والله يا جماعه كانك لسه جايباه دلوقتي. اطلعه قبل ما اطلعه اكون حاطه ميه مغليه على النار بليمون ومعلقه خل صغيره وشويه ملح، تمام. اطلع الجرنال وهو لسه متلج، لان لو جبته وحطيته كده ممكن يتكسر، ممكن يتفتفت، تمام. لكن لما اجيبه من الفريزر افكه بالراحه واقوم حاطاه في الميه المغليه، انسي بقى 5 دقايق وتطلعيه، تمام. والليمون بيعقم كل حاجه. واساسا انا ورق العنب نضيفه زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، بيتخزن بالطريقه دي، يا اما زي ما وريتكم في الازازه. وفي ناس يا حبايبي في ناس برضو هبقى اوريها لكم مره ثانيه، بيجيبوا ورق الاسترتش ويقوموا حاطين البكرات ديت وبتلفوا وبتضغط قوي عليه، وبعد كده بتحطه في الفريزر.